كل حظين معك. على كل حال بالنسبه لي هو لحد الان هو اللاعب راح يكون غائب بصفه رسميه عن مباراه الاثنين ان شاء الله ضد منتخب السنغال. فيما يخص ابراهيم غاب كذلك اليوم مع الحصه التدريبيه، لكنه نقولوا الحاله تاعو ماهيش لا تقلق نوعا ما، على حسب الاصداء اللي لحقنا راح يكون جاهز للمباراه. دوك مي نورمالمون دوما يكون في تدريبات المنتخب الوطني بشكل عادي. عندك مفتاح استأنف تدريبات كذلك سليماني اللي عنده يمكن دوله في لادكتور مي ريان دو ميشون. وفيما يخص مبولحي نقدر نقولوا اليوم مع 48 اور دو ماتش كو 90% مش حيكون في مباراه السنغال، ومالك عسلا هو اللي حيحرس الحراسه، راح يكون في الحراسه يوم الاثنين. بالنسبه للاجواء بس وصلتنا معلومات ان المجموعه نوعا ما اللي تريز افيكتي، يعني متاثره كثير من الناحيه النفسيه، ولا شيء يعني يوحي بأننا سنقوم بشيء ما أمام المنتخب السنغالي، خاصة أنه مدرب المنتخب السنغالي قال في أليني ليكيب تيب وسألعب من أجل الفوز رغم أنه متأهل في المرتبة الأولى. هل المجموعة أصبحت متأثرة من الناحية النفسية، أم أن حسيتوا أنتم اليوم في الحصة التدريبية اللاعبين حابين يعودون بفوز على الأقل يحفظ دماء الوجه أمام المنتخب السنغالي؟ شوف خويا رضوان، بور ريفنير اليو سيسي مدرب منتخب السنغال، انا اللي درت له الحوار ايفيدامون كما نقولوا كمدرب محترف مش راح يقول لك راح نبدل تشكيله ويقول لك جو في اليني، قال لك جو في اليني لا ميور ايكيب بوسيبل. مي حنا نعرفوا حسب المعلومات اللي وصلتنا من داخل البيت السنغالي انه راح يدير ان بتي تورنوفر باسكو واحد بريباري لو دو فينال ديالو فوالا. ونعرفوا ان كاين 4 جوار تيتولار ونقولوا لي بليس اسونسيال تاع الفريق السنغالي مهددين بالعقوبه لو كان يلعبوا ضد الجزائر. دونك هو توسكي كاليدو فادي واسمه بلوتو كوليبالي، عندك قائد الفريق كوياتي، هادو براتيكمون نقول لك رسميين ما يلعبوش ضد الجزائر. يفا فير ان ميكس اونتر دي رومبلاسون سيرتان تيتولار. وبور ريفنير واش تكلمت على لومبيونس، سي فري كو ابري لو ماتش مور المباراه سوا حنا حسينا دي جوار كما يقولوا طري افيكتي مام في الفيستير. الى بعد المباراه الاولى كان هناك نقولوا شويه رد فعل بعض اللاعبين على غير المحرز ومبولحي اللي كانوا شويه كما نقولوا الموتيفي لي جروب كانوا يصرخوا شويه. بعد مباراه تونس كان ولا كلام في غرف تغيير الملابس، كان فريمون لو جروب ايتي افيك لو مورال. واليوم 48 ساعه بعد اللقاء 48 ساعه اليوم شفنا مؤشرات ايجابيه نوعا ما. اللاعبين نساو هذه المباراه ضد تونس، كان اللاعبين يضحكوا حقيقه. فاجأنا نوعا ما، احنا كنا نسمعوا بوتيتر اون امبيونس موروز، مي فينالمون شفنا دي جوار بلوز او موان كونسونطري، كانت هناك البهجه في وجوههم. دونك جو بونس باللي كراهم سون بلانمون كونسونطري على مقابله السنغال اللي لازم نفكروا لازم يربحوا ونستناو ونقولوا معتزه في المباراه الاخرى. شكرا لك زميلي سعيد.